بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهاردة بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهاردة عاوزين نطلع نشكره سيدات إيران الجميلات. يمكن كذا فيديو ورا بعض وأنا أقول أطلع أشكرهم على الأناشيد اللي بيعملوها. بيشكروا فيها الشعب المصري وبيشكروا فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيقولوا أناشيد جميلة جدا للشعب المصري رئيس جمهورية مصر العربية بحاجات جميلة جدا. ويمكن هما بينشدوا وانا برضو معاهم يعني بتفرج عليهم في الفيديو، مبسوطة جدا وسعيدة جدا. وبشكر سيدات إيران الجميلات الفاضلات. وبشكر المذيعة اللي بتطلع بالمركب. يمكن على أيام السيد علي الخميني كانت بتطلع لي بتشرح اللي بيحصل بالظبط في إيران. وأنا بشكرها جدا جدا جدا. وبشكر سيدات إيران الفاضلات بالهتافات والأناشيد للشعب المصري والفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا جدا جدا. وبنقوله إن شاء الله نشوفوا شعب إيران العظيم فأحلى ملبس ليه وأحلى حال ليه إن شاء الله بإذن الله. ونكونوا البلدين على ضرب واحد وعلى طريق واحد إن شاء الله. ويعني نناشد قناة السويس ترجع تاني. انتوا عارفين ان احنا ما بنصدرش بترول ولسه، يعني حاجات اللي عندنا بتبقى ضئيلة جدا للاكتفاء الذاتي. ف احنا المورد بتاعنا قناة السويس، فعاوزين قناة السويس باب المندل ده ما يبقاش عليه أي مشاكل خالص، وأي ضرب لأي سفينة ماشية في باب مندب إن شاء الله ما يكونش فيه حاجة. لأن إحنا لازم نوسعه لبعض، ولازم يمر قناة السويس دي إن شاء الله في السفن ترجع تاني بإذن الله. وإن شاء الله يمكن الأيام الجاية هنطلع نقوله كلام كتير، هنقوله كلام كتير على قناة السويس بإذن الله، ونكونوا على نفس